السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حابب قلب ام بيسان، قبل ما نبدا الفيديو اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد انا بعمله، وكمان تحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات كتير قوي قوي قوي، وتكتبوا لي بقى كومنت حلو كده من كومنتاتكم القمر اللي انتوا على طول بتكتبوها لي. النهارده بقى ايه الشنطه دي بقى يا ام بيسان؟ الشنطه دي يا جماعه، احنا النهارده بقى قررت ان انا اطلع اللبس الشتوي. هو انا طلعت اللبس الشتوي البسان، هو انا ما طلعتوش كله، يعني ايه، الهدوم الدولاب بتاعها عباره عن لبس شتوي على لبس صيفي وكله على بعضه، وخلاص بقى يعني الدنيا عندنا سقعت وايام الدنيا بتشتي وكده، فقلت بقى اطلع الشتوي. يا جماعه، قبل ما هنعمل اللبس الشتوي مع بعض حبيت اوريكم يعني ماما جابت ايه بسان. ماما جابت لي بسان الترنج ده، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. بصوا هو عامل كده، هو شكله حلو قوي، وخامته اللي هو الميلتون ده فحلوه جدا، وتمشي كمان خروج. يعني الترنج ده لو لبسته كده على كوتش ابيض، كوتش اي لون هيليق معاه، بس اسود لا، متهيألي الاسود لا، هو ابيض ابيض، فهو هيبقى حلو جدا. شايفين يا جماعه؟ حلو جدا. هو بيج كده وعليه كتابه من هنا بخط بني كده. استنوا يا جماعه، والسويت شيرت بتاعه هو حلو جدا، وعليه برده كلمه كده من ورا. عايزه اقول لكم ان ماما من ساعه ما جابته وهي قالت لي اسهلها، يعني شوفيها يجي على مقاسها، اكبر منها اصغر منها، عشان لو كده نبدله. وانا لغايه دلوقتي مكسله اقيسه، والله العظيم انا لغايه دلوقتي ما قستلهاش، بس هو حلو جدا. بس مش عارفه ليه حاسه ان هو يبقى كبير على بسام. لا ان شاء الله مش هيبقى كبير، وهيبقى حلو، لان اللبس الشتوي كمان بيتلبس تحته حاجات وكده، فهيبقى حلو باذن الله. وجبت لها كمان، هي طبعا يا جماعه ماما هي اللي جابت لي بيسان الترنج ده، ربنا يا رب يخليها لنا وما يحرمناش منها ابدا، وتعيش وتجيب لي بيسان دايما يا رب، اللهم امين. يا جماعه انا جبت لها الشرابات الانكل دي، هي حلوه جدا، حلوه قوي، ويعني ايه مش تقليديه بقى اللي هي كيتي والدباديب والحاجات دي، لا هي شكلها عامل كده، حلوه جدا وخامتها حلوه. بس انا جايباهم لبسان على اساس ان هم انكل، بس هم يعني على بسان مش انكل خالص، بسان رجليها قد كده، صغننه جدا. آه جماعه، جبت لها بقى اكتر حاجه بسطاني في الحياه والله العظيم. يعني انا كنت بشوف الكروكسات دي على البنات الكبار، انتوا عارفين اللي هم الكروكسات اللي فيها الحاجات دي، حاجات الفضي والذهبي دي، بس هي جايبها لها ذهبي، بس حلوة قوي حلوة قوي، مع ان لونه ما كانش عاجبني في الاول. هو كان عاجب اختي جدا، يعني هي اختي اللي مختاره لونه اصلا، انا كنت عايزه اجيبها لها بيج، بس لا هي قالت لي اللون ده حلو جدا، وحتى يعني اللي بيبيع في المحل قال لي اللون ده جديد لسه، فانا جبت لها الكروكس ده حلو قوي، عاجبني جدا. قولي لي برضو رايكم فيه في الكومنتات، اكتبوا لي ايه رايكم فيه. هو صغنن، يعني هو مقاس صغنن، فهو على رجلي بسان حلو جدا. اه يا جماعه الكروكس اهو، ودي الشرابات. وجبت لنفسي بقى ما انا لازم افتكر نفسي، لازم اروق على نفسي برضو كده شويه. هو ما روقتش جامد يعني، انا جبت لنفسي بس الغطفه دي اهي، هي برضو جديده كده وشكلها جميل قوي. وانا بحب الغطف يا جماعه، هي اسهل من الطرح بكتير، يعني هي اللي بيلبس غطف هيعرف اللي انا بقول عليه، ان هي اسهل من الطرح بكتير جدا، والطرحه بقى كل شويه هتعدليها وكده، لا الغطفه هتلبسيها مش تعدليها خلاص. فهي حلوه قوي وكبيره كبيره ما شاء الله، حلوه جدا. بس يا جماعه هي دي الحاجات بقى اللي انا جبتها، وحبيت برضه اوريها لكم. انا لما اجيب اي حاجه اوريها لكم واخد رايكم كمان فيها. قولي برضه ايه رايكم في الترنج، علشان اقول لماما انتوا قلتوا لي ايه في الكومنتات. وايه رايكم في الكروكس اللي اختي اختارت لونه؟ هو يا جماعه هو ده اختياري، يعني الشكل ده اختياري، بس هي اختي اللي مختاره لونه، بس هو حلو جدا، حلو قوي. وعلى رجلي بسام بقى كتكوتي كده صغنن، حلو جدا. بس يا جماعه، وهي دي بقى المشتريات اللي انا اشتريتها، مشتريات بسيطه كده. فيلا بقى هنقوم نشوف الدولاب هنعمل فيه ايه، وهنشوف بقى المعركة اللي هتحصل دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، هو ده اللي بقول لكم عليه، ان بصوا هدوم بسان ده صيفي على شتوي. وده كمان بصوا بقى
اول مره من يوم ما خلفت بيسان الدولاب بتاعها يبقى عامل كده. يعني بصوا الشتوي على صيفي على كله، وهو اصلا متبهدل ومش متروق خالص. فهو عشان كده انا يعني ايه عايزه اعمل الدولاب واروق هدوم بيسان الشتوي في اسرع وقت عشان المنظر ده. بصوا بقى يا جماعه، انا هطلع هي الشنطه تقيله قوي، لان هي فيها كل هدومنا الشتوي، يعني انا ومحمد وبيسان وكله. ده غير كمان ان في شتوي اصلا في الدولاب انا مشلتوش، لان الدولاب آه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يعني كبير عندي، فهو واخد كميه اكبر صيفي على شتوي. فانا هطلع كل اللبس الكبير والصغير على بيسان. يعني هو في اكيد حاجات صغرت على بيسان مش تيجي مقاسها اصلا، وفي حاجات كانت متعنى لها ان هي هتيجي اكبر من مقاسها كمان. فانا الصغير اصلا هطلعه لوحده، واللي مش هتلبسه برضو هطلعه، واشوف بقى ايه يعني ايه، هشوف ايه اللي هتلبسه وايه اللي مش تلبسه. وفي حاجات كمان انا مش يعني ايه مش هعرف هي هتلبسها ولا مش تلبسها غير لما تقيسها. جماعه، لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو تنزلوا تكتبوا في الكومنتات معاكي يا ام بيسال للاخر، وكمان تحطوا اللايك. جماعه انتوا مقصرين جدا جدا في اللايك. واي حد لسه اول مره يشوفني ينزل يشترك في القناه، ينورني باشتراكه في القناه علشان يبقى فرد من عيلتنا، عيله ام بيسان. طبعا احنا بنتكلم كده وايه، انا بيسان عندها البتاع ده بس لغايه دلوقتي ما لبستوش. يعني انا مش عارفه النص كم ده البسها تحته ايه، بس هو شكله حلو جدا. هو كان جاي لها من حد، يعني انا ما كنتش شارياه. انتوا عارفين بقى يا جماعه لما يكون عندكم مثلا، لا بتاع ده ما بيسابش تلبسه خلاص. لما يكون عندكم بقى ولاد اخت وكده، ولاد اختك بيديكي اللبس اللي صغر على عيالها وكده، ده برضه مش هتلبسه. اه يا جماعه اللي بقول لكم عليه اهو، يعني دي كان جدها ابو باباها هو اللي جايبها لها، كانت كبيره جدا جايبها. مش عارفه يا جماعه هو كان شايف بستان ايه ده دي بستان تلبس وهي داخله المدرسه. اه والله العظيم بصوا، جايبها لها كبيره جدا، بس هو طبعا تسلم ايده ويعيش ويجيب لها يا رب. يا جماعه هم اصلا دول هيتعانوا تاني، نقوم بقى بعيد كده. اه، والتانية برضه اهي هو كان جايب لها اتنين. جماعه والله العظيم اكتر فقره ما بحبهاش فقره تطليع اللبس دي. مش عارفه اصلا، انا اصلا ما بحبش، مش ما بحبش، بس انا بحب الصيف جدا، بعشق الصيف بجد. لبس الشتاء ده تقيل كده كتير كتير قوي. ده هيجي على بيسان ولا لا؟ مش عارفه، اخليه برضو وهنشوف في الاخر. بصوا يا جماعه، جبت الكرسي ده علشان اعرف اطبق عليه. انا بحب اخلي الدولاب دايما مترتب، يعني هو ايه من اساسيات البيت ان الدولاب يكون مترتب. ما بحبش بقى، انتوا عارفين اللي هو ايه، غسيل بقى من نشير تقومي مكعبباه كده وتقومي حاطاه في الدولاب. انا ما بحبش كده، يعني انا من اول ما اتجوزت ما عملتش كده خالص. حتى دولاب بيسان ده انا عاملاه، يعني هو وصل للمرحله دي علشان انا كنت كده كده عارفه ان انا كده كده هروق الدولاب، فعشان كده انا كنت سايباه. انتوا عارفين انا لو ممكن اروح دلوقتي اجيب ترابيزه المكوى واطبق عليها، بس هي تبقى شيله وحاطه وبيسان حالا تيجي. هو طبعا اللي مساعدني ان انا اعمل كده ومفيش دوشه حواليا ان بيسان مع باباها، يعني باباها خدها ونزل. حد يقول لي بقى ما هو كده يا الاء كده هياخد وقت كبير قوي ومش هتعرفي تكملي على كده، واكيد يعني هتترصي رصه تانية غير دي. لا يا جماعه والله العظيم انا يعني ممكن اقعد فيهم يومين، يعني انا اقعد في الغسيل في ترويق الدولاب كده يومين، لكن ما اعملوش غير كده. انا بحب قوي اعمله كده. وكمان هو مش هيتبهدل، يعني يومين ثلاثه لغايه نص الشتاء ممكن اوريكم الدولاب زي ما هرش انا دلوقتي، لان انا اللي بلم الغسيل على طول، وعلى طول وانا بلمه اجي اجي اقعد نفس القعده دي واقعد ارصه كده.
بقى لما هترصيه وانتي لما من غسيل يعني مش هيبقى كتير، يعني هيبقى ترنجين 3 عبايتين ليكي، حاجتين لبسان، فمش هيزهقك يعني في الرص وكده. هو يا جماعه والله العظيم الرصه دي بتبقى حلوه قوي، وكمان بتخلي منظر الدولاب حلو جدا. واي ست بقى تبقى قاعده، يعني قاعده في بيتها اهو ما وراش اي حاجه، تخلص شغل البيت وكده وتقعد بقى ترص الدولاب براحتها، فهي بقى ترصه بالرصه اللي هي تعجبها، والرصه اللي هي تبقى ايه سهله بالنسبه لها يعني الرص ده سهل بالنسبه لي، بس هي المشكله بس ان انا هطلع اللبس كله، فممكن يكون في مشكله. اللي هرصه هحطه هنا عشان ايه اقوم رصعه في الدولاب على طول. وانا كمان عايزه افضي الشنطه دي عشان هرص فيها الصيفي، يعني مش هسحب الدولاب بقى بصيفي وشتوي. يا جماعه انا قلت لكم ان في رص هرصه زي ما رصيت الترنجات كده، وفي رص اللي هو العادي بقى بالنسبه اي دولاب ست بيت عاديه، يعني اللي هو ده، يعني دي اللي هي ايه الدفايات بتاع البيت هرصها كده، لكن الترنجات هرصها زي ما رص، في حاجات كده وفي حاجات كده. سكي جماعه لسه ما كملتش كلمتين اهي ليه البسان طلعت، يعني اصلا لسه ما عملتش حاجتين على بعض في الشنطه الحمد لله. عايزه افعل ما رضتش تقعد مع ابوها تحت فهي طلعها. سكي يا بسام سكي يلا خلينا نخلص، خلينا نخلص قولهم باي. يلا اقعدي كلي هنا، اقعدي كلي هنا، يلا اقعدي. يا ماما مش في الشنطة، يا ماما مش في الشنطة. هتقعدي في الشنطة برضه؟ الشيبسي اهو، اقعدي يلا كليه. يلا اقعدي كلي الشيبسي. ماما نعم ايش؟ الشيبسي؟ اقعدي كلي الشيبسي. ماما نعم يا قلبي. ايش؟ تقعدي هنا. انت رحتي مع بابا؟ رحتي مع بابا فين؟ مع الفسبة؟ ما كنتش على الفسبة؟ يا اختي جميلة يا ناس. هاتي بوسة لماما. بص هاتي بوسة لماما. بوسة هنا لماما مش هنا. يا قدسي كنتي انت جبتي لماما شيبسي؟ ولا جبتي بسبوسة؟ بابا هو اللي جاب لي بسبوسة؟ قولهم خدوا حتة. خدي حتة. وانت هتدي لمين شيبسي؟ لبابا؟ لا اديهم هما الحتة. خلصتي بح؟ بسبوسة حلوفة. بتاع مين ده يا بسبوسة؟ بتاع مين ده؟ بتاع بسبوسة؟ لا مش بتاع الدد، ده بتاعك انت. حلو حلو يا بسبس. لا ايه قنوعة، هي مش عايزة قنوعة. نطبق بتاع بسبوسة كده عشان ما تخليش حاجة على السرير من غير ما تكون متطبقة. ماما عايز شيبسي؟ حاضر. لا مش بح يا ماما لسه فيه. اتفضلي. هنا بقى يا جماعة طلعت كل البروفرات من الشنطة وحطها كده على السرير بقى عشان اطبقها على السرير. طبعا شفت ان بيسان قعدت على الكرسي وما خلتنيش، يعني مرضتش تخليني اطبق على الكرسي زي ما كنت بطبق، فجيت هنا بقى على السرير وكان تطبيق السرير اسهل بكتير بصراحة. بس بقى يا جماعة هو ده الفقرة اللي احنا قاعدين فيها ليل ونهار، يلا نحمل لعوبة وحرامي حرامي حرامي. يعني بجد القناة دي نفسي
ما تبقاش موجودة في الحياة. احنا طول النهار قناة لولو بس. فيا جماعة حبيت يعني اوريكم قد ايه بعاني مع قناة لولو. هنا بقى كنت اللهم صل على سيدنا محمد. جماعة قناة لولو نسيتني كنت هقول ايه. طبقت كل السويتشيرتات اللي كنت عايزة تطبق، وطبعا الترنجات دي كنت مطبقاها معاكم في اول الفيديو يعني. وكل بقى اللي كان عايز يطبق طبقت اللي كان عايز يطبق كله. وجيت هنا بقى اللي هي الهدوم الخروج، شلت برضو كل اللي كان موجود على شماعات الصيفي. والشماعات برضو اللي كانت خلاص يعني ايه، في شماعات فيهم كانت مكسورة عايزة يعني خلاص م... يعني عايزة تترمي يعني، طلعتهم برضو. وهنا بقى كان وطلعت برضو اللهم صل على سيدنا محمد. كمان عايزة اقول لكم ان احنا دلوقتي الساعة 3 بالليل. فخلاص بقى انتوا عارفين اللي هو ايه. هو انا مش عايزة انام، بس عايزة اريح دماغي بقى شوية. بسان نامت فعايزة اريح دماغي شوية، فعشان كده ممكن اكون ناسي الكلام يعني. كنت هنا بقى وريتكم الفرق بين شماعتي وشماعات بسان. شماعة بسان كيوتي قوي. بصوا يا جماعة بسان مندمجة جدا مع قناة لولو. بصوا عاملة ازاي، ما بتبصليش حتى. طلعت بقى الهدوم الشتوي من الشنطة وحطيتها برضو على الشماعات اللي انا شلتهم من هدوم الصيفي. طبعا انا كنت يعني بنجز علشان عايزه اخلص الشنطه عشان احط فيها الهدوم الصيفي، عشان الدنيا ما تبقاش حواليا مكركبه قوي. طبعا هي كانت مكركبه والسرير كان مليان هدوم، وكان كمان في هدوم على الارض. هي الدنيا كانت مكركبه، بس انا كنت عايزه ايه، اني ما خليهاش مكركبه اكتر من كده. يعني كنت عايزه اخلص الشنطه وافضيها خالص علشان اعين الهدوم الصيفي. بس كل ما اعين حاجه بس تقفلي الشنطه. فبصوا يا جماعه الهدوم في الدولاب كانت متطبقه بنفس التطبيقه اللي انا مطبقاها الهدوم الشتوي. بصوا مطبقه هي زي ما هي. بيسان كانت عايزه غويشه. انا عايزه اقول لكم ان انا مره وانا عند ماما بيسان شبطت في الدبله. وطبعا انا عشان بريح دماغي من عياطها، وده غلط طبعا، بديها اللي هي عايزاه. فاخدت الدبله ووقعتها يعني، وبابا هو اللي لقاها. فهو والله العظيم انا عارفه ان هو غلط وكل حاجه، بس انا مش بحب العياط. يعني أنا اكتر حاجه ما بحبهاش في حياتي عياط الاطفال. فانا بريح دماغي ان هي ما تعيطش، فبديها اللي هي عايزاه. وده غلط طبعا مش صح. وانا ان شاء الله باذن الله هغير من الطبع اللي انا بعمله ده طبعا. هنا بقى رصيت كل هدوم محمد، وخلصت هدوم برضو الخروج كلها بتاعي وبتاع بيسان علقتهم. جيت هنا بقى طلعت كل الهدوم بتاع بيسان الصيفي والشتوي. طبعا قلت لكم ان الدولاب كان مبهدل خالص صيفي على شتوي. هو هدوم بيسان بس اللي كانت مبهدله بصراحه، لان بيسان يعني بيسان اللي فينا هي اللي شتت. احنا لسه ما شتناش يعني. هو الجو يا جماعه للاطفال ساقعه، لكن هو جو عادي يعني، مش ساقعه قوي ومش مش حر قوي. بين البنين يعني. الجو اللي هو ايه، رتب ده اللي هو حلو يعني، مش ساقع قوي، مش حر قوي زي ما قلت لكم. كيس الشيبسي ده معانا من اول الفيديو. بس هو الطعم ده حلو قوي. هنا بقى كنت قاعده بفرز هدوم بيسان السيفي السيفي احطه على الارض عشان بعد ما اخلص اقوم احطه في الشنطه. والشتوي كنت بطبقه. والهدوم اللي خلاص بيسان مش هتلبسها تاني كنت بطلعها برضو بعيد كده. يعني الترنج ده بيسان خلاص مش هتلبسه لانه ايه صغير عليها يعني. هنا بقى كنت زي ما قلت لكم كنت بفرز الهدوم. جماعه انا عايزه اقول لكم ان في اول الجواز بي يعني ايه لو ما يعني وانتي بتفرشي لسه عروسه جديده مثلا بتفرشي الشقه، بيجي واحده طبعا بتفرش لك الشقه او كده. ولو ما جاتش واحده بتيجي بقى العيله او عيله العيله تفرش لك الشقه. يعني مامتك واخواتك وخالاتك وستك اللي هي جدتك يعني، ومرات عمك ومرات خالك والعيله كلها بتفرش لك الشقه. طبعا الدواليب والدولاب المطبخ وكله. وانتي بتبقي ملكه متوجه طبعا عروسه بقى. ليه يا جماعه بيجوا مره واحده يعني؟ ليه مش بيجوا على طول يعني؟ اللي هو ايه، انا بتمنى ان الشقه كلها تتروق زي ما كنت مروقاها وانا جايه اتجوز يعني. بس مش انا اللي اروقها، حد يجي يروقها لي. بجد كانوا بيخلوا لي الشقه حلوه قوي. ده الكاب بتاع بيسان كنت جايبه لها من المصيف. هو كان مكتوب عليه بوي، بس انا جبته عشان هو لونه احمر. مش عارفه ازاي. هو اصلا يعني ولادي مكتوب عليه بوي، بس هو حلو جدا. هنا بقى كنت قاعده اشوف ايه اللي بيسان تلبسه وايه اللي مش تلبسه.
بس يا ولاد خلاص الحمد لله المولد اتفض. بجد كان فيه هنا في الأوضة معركة هدوم. طبعا الشنطة دي بقى أنا حطيت فيها كل الهدوم الصيفي، وسبتها هنا لأني مش هقدر خلاص أدخلها يعني أوضة الأطفال، فما محمد بقى يجي هو اللي هيدخلها أوضة الأطفال، لأن هي تقيلة جدا وحطيت فيها كل الهدوم الصيفي اللي في الدولاب. بصوا بقى يا جماعة الدولاب، دولاب بسبوسة الكتكوتة طبعا أكترية هدومها، بل كل هدومها أصلا منشورة على الحبل بره، وفي كمان اللي عايز يتغسل كمان، وانا حطيت لها هنا وهنا، وكل اللي عايز يتعلق علقته لها. وده هدومي اهوت. هو انا هدومي ما رصيتهاش، يعني الحقيقه ان هي كانت مرصوصه اصلا. وانا حاطه الكروكس ده هنا علشان ايه، لسه جديد يعني ما افرح بيه شويه وهو جديد. وابسان كده. ودي الهدوم الخروج بتاعتي وبتاعت محمد وبتاعت بسبوسه، اللي عايز يعني يتعلق لبسان علقته لها. ودي هدوم محمد حطيتها هي بعد ما ظبطتها. بصوا يا جماعه لما ترصوا الرصه اللي انتوا عايزينها تحسوا ان الدولاب معاكم يعني ايه هادي اكتر. يعني بصوا الدولاب هاديه جدا، وتحسوا انه مفيش هدوم، بس هي الهدوم يعني الهدوم ما شاء الله اللهم بارك، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، كتير يعني كميتها حلوه، بس عشان مرصوصه بالرصه اللي انا عايزاها يعني تحسوها ايه ملمومه كده على بعضها. يا جماعه وكده ايه خلصنا الفرش، فرش الدولاب الشتوي الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. ويا جماعة اللي لسه ما عملش الهدوم الشتوي في الدواليب، يقوم كده يتنشط ويعمل الهدوم وايه وتتنشطوا كده من الفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بعمله، وكمان تحطوا اللايك للفيديو اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات كتير قوي، وتكتبوا لي كومنت قمر زيكم، وتقولوا لي برضو ايه رايكم في الترنج اللي ماما جابته البيسان، وايه رايكم في الكروكس اللي انا جبته لها، وتحطوا الاشتراك واللايك علشان خاطر بسبوسه. قولهم باي باي باي. سلام يا جماعه، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.